الا درتي لاباس 2025 راه تقدر تدوبل فلوسك ولا تخسرهم كاملين. تبع معايا هذا الفيديو هذا باش تفهم كيفاش. سميتي محمد الشقا، بديت من عائله فقيره وبلا بيستون، واليوم كوفاوندر ديال ستي هير اللي عندها اكثر من 500 سويت، وستي كابيتال اللي كتستثمر في العقار بمشاريع كتجاوز 50 مليار. جيت نشارك معك التجارب ديالي والدروس اللي تعلمت. اول حاجه كيفكروا فيها اغلبيه المغاربه ملي كيديروا لاباس هي اجي نمشي ندير شي قهوه او لا نشري شي دار. الهدف من هذا الشيء هو يخبي فلوسه ويجمعهم ويتزادوا له مع الوقت. حتى هنا مزيان، ولكن قبل ما دير حتى شي وحده فيهم خاصك تشوف هاد المقارنه. ريستورون ولا قهوه خاصك بين 4 شهور حتى العام باش يلاه يوجد عاد يدخل لك شي فرد اخر. اما العقار تقدر تكري في شهر ولا شهرين كاع ويدخل لك الفلوس. ريستورون يقدر ينجح ولا ما ينجحش على حسب الكونسيبت والايكونومي في ديك الساعه. العقار غادي يخدم ديما حيت الناس ولا بدا خاصهم فين يسكنوا. ريستورون ولا قهوه راه الا ما وقفتيش عليهم غادي ياكلوك في رزقك. العقار الربح ديالو باسي، كتلقى كراي وكدير الكونطرا من موراها كتبقى تخلص كل شهر وبلا ما دير حتى مجهود. الريستورون ولا قهوه فيهم بزاف ديال الريسك، داكشي علاش كتلقى اغلبيتهم كيخدموا عام ولا عامين وكيسدوا. العكس ديال العقار شحال ما داز الوقت شحال ما زاد في القيمه ديالو، بين 5 حتى 10%، بالخصوص في المدن الكبار. وانت واش مع العقار ولا الكسار؟